هاي هاي، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي ننسق الوان لبسنا. هيكون فيديو مهم قوي ولطيف قوي للناس اللي مش بتعرف تنسق الوان لبسها. يعني مثلا جبتي بلوزه مش عارفه تلبسي عليها ايه، جبتي جيبه مش عارفه تلبسي عليها ايه. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تنسقي لبسك باكتر من طريقه. اول حاجه نتكلم عنها ان في حاجه اسمها العجله اللونيه. العجله اللونيه دي عباره عن عجله فيها كل الالوان الاساسيه وتدرجاتها. كل الناس تقريبا بتستخدمها في اي حاجه، مش بس في اللبس، ممكن مثلا في العفش، ممكن في الدهانات، اي حاجه ليها علاقه بالالوان. تاني حاجة، في مثلا قواعد للناس اللي بتحب الألوان الجريئة زي مثلا ألوان البوب كولر. في تاني قواعد للألوان مثلا اللي هي بتكون كلاسيك للناس اللي بتحب الألوان الكلاسيك. كل واحد على حسب شخصيته. أول قاعدة نتكلم عنها هي قاعدة اللون واللون المقابل ليه. يعني اللون واللون اللي قدامه دي بتلبسها نوع الناس بصراحة اللي هي بتكون جريئة، اللي بتحب الألوان البوب كولر وكده، زي مثلا اللون الأصفر والبنفسجي، اللون مثلا الأخضر والأورنج، أي عموما أي لون واللون المقابل ليه. كمان مش بس بناخد الالوان الاساسيه، احنا كمان ممكن ناخد الالوان اللي هي الفرعيه اللي هي التدرجات بتاعتها. يعني مثلا ممكن نختار الاصفر الفاتح مع بنفسجي غامق، او العكس مثلا الاصفر الغامق مع بنفسجي فاتح، وهكذا. تاني قاعده هنتكلم فيها هي قاعده الالوان اللي جنب بعض، يعني اي لون ولون جنبه. يعني مثلا الاصفر والاخضر، مثلا الازرق والبنفسجي، اي لون عموما واللون اللي جنبه. وبرده زي ما قلنا ان احنا ممكن ناخد برضو الالوان الفرعيه، زي مثلا الاصفر الفاتح مع الاخضر الغامق، او مثلا الاصفر الغامق مع الاخضر الفاتح. عموما اي لون واللون اللي جنبه، سواء كانت الالوان دي الوان اساسيه او الوان فرعيه. نفس القاعده دي برضو هتطبقيها لو انت حبيتي تختاري 3 الوان. يعني مثلا لو عايزه تلبسي بنطلون وبلوزه وطرحه، او مثلا بنطلون وتوب وجاكيت مثلا، وحابه تختاري 3 الوان، برضو من دايره الالوان دي نختار اي 3 الوان جنب بعض. تالت قاعدة هي قاعدة درجات اللون الواحد. دي طبعا الناس اللي هي بتبقى بيزك قوي، مش بتحب تلبس الوان كتيرة، فانت مثلا ممكن تلبسي الرصاصي بدرجاته، البنيات بدرجاته، وهكذا. يعني مثلا لو بني ممكن تفضلي تلبسي درجاته لحد مثلا ما توصلي للبيجيهات والسكريات. رابع قاعدة هي قاعدة ال4 الوان او قاعدة المربع. طبعا معروف ان المربع 4 زوايا، كل لون موجود عند ال4 زوايا، الاربعه دول بيليقوا على بعض. برضه هحط لكم صورة بتوضح ده. خامس قاعدة هي قاعدة ال3 الوان او قاعدة المثلث. برضو نفس الكلام، المثلث ليه 3 زوايا، كل لون موجود عن ال3 زوايا دول هيبقوا 3 الوان بيليقوا على بعض. طبعا المربع والمثلث نقدر ان احنا نحرك زواياهم زي ما احنا عايزين. يعني مثلا من ناحية المربع ممكن اي 4 زوايا يقف عليهم، ال4 الوان دول هيكونوا بيليقوا على بعض. من ناحية المثلث برضو اي 3 زوايا هيقف عليهم، هتكون ال3 الوان دول بيليقوا على بعض. كلنا طبعا بنحب ستايل اللبس الكوري، وهو برضو بيكون عبارة عن دمج الألوان الفاتحة، زي مثلا الأصفر الفاتح، مثلا البيبي بلو، مثلا البينك، الموف الفاتح. انت لو لسه هتدخلي الألوان للبسك، حاولي انك تختاري الألوان الفاتحة وتمشي على نظام عجلة الألوان عشان تكوني مرتاحة مع دخول الألوان للبسك. ولحد هنا خلص فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولحد أشوفكم الفيديو الجاي، كونوا بخير وإلى اللقاء.